عمرك دخلت يوم تداول وحسيت إن السوق بيتحرك عكسك رغم إن النموذج واضح قدامك؟ عمرك طبقت الباور اوف 3 ولقيت إن اليوم مش ماشي تجميع زائد تلاعب زائد توسع بالشكل اللي متعود عليه؟ المشكلة مش في النموذج، المشكلة إنك بتبص على الباور اوف 3 وكأنه قالب واحد ثابت، لكن الحقيقة السوق يوميا بيشتغل ببروفايل مختلف وكله تحت مسمى باور اوف 3. احنا دخلنا في مستوى مهم ومتقدم، ودي من أهم الحلقات اللي ممكن تهم أي متداول شغال بالباور اوف 3، واللي بيفهم البروفايل اليومي هو اللي بيسبق الحركة مش بيجري وراها. في الحلقة دي مش هنتكلم عن الباور اوف 3 التقليدي، هنتكلم عن البروفايلات اليومية اللي بتتكرر لكن قليل جدا اللي شايفها، ولو فهمتها هتبدأ تدخل السوق بعقل مختلف وبتقييم مختلف وبهدوء مختلف. وخليني أسألك سؤال مهم، إيه اللي يخليك تطبق الباور اوف 3 صح وبرضه تخسر؟ إيه اللي يخلي النموذج واضح قدامك لكن اليوم يمشي بطريقة مختلفة؟ الحقيقة إن أغلب الناس فاكرة إن تجميع زائد تلاعب زائد توسع يساوي باور اوف 3 وخلاص، وده صحيح، لكن مش كل يوم السوق بيقدمهم بنفس الشكل. السوق مش قالب واحد، أو عشان نكون أكتر دقة، الباور اوف 3 مش قالب واحد. السوق ليه بروفايلات يومية، واللي بيفهم البروفايل اليومي هو اللي بيعرف يتعامل مع اليوم باحتراف. في الحلقة دي هشارك معاكم 3 بروفايلات يومية من أقوى البروفايلات اللي بستخدمها شخصيا، والبروفايل رقم 3 مذهل بصراحة، مش كتير لكن كافيين جدا ينقلوا تداولك اليومي نقلة مختلفة. وهنا تيجي الأسئلة المهمة. السؤال الأول، ليه الباور اوف 3 التقليدي مش دايما بينجح؟ ولو هو فعلا قانون السوق، ليه ساعات بيوقع متداولين كتير في فخ؟ السؤال الثاني، هل الباور اوف 3 مجرد تجميع إلى تلاعب إلى توسع، ولا في بروفايلات يومية مختلفة السوق بيكررها وانت مش واخد بالك؟ والسؤال الأهم من كل اللي فات، إزاي نحدد البروفايل الصح خطوة بخطوة؟ إزاي نقرأ اليوم قبل ما يتحرك؟ وإزاي ما نخلطش بين بروفايل والتاني؟ تعالوا نتعرف سوا على ال3 بروفايلات الخاصة بيا ونفكهم جزء جزء، ونشوف إمتى كل واحد فيهم بيظهر وإزاي تتعامل معاه باحترافية بدل ما تدخل عمياني. بدون مقدمة كتير، يلا بينا نبدأ. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا قوم اتبعوا المرسلين. أولا كده وقبل ما نبدأ، الباور اوف 3 طبيعي 3 مراحل، وهو تجميع زائد تلاعب زائد توسع، وهو ده الباور اوف 3 الطبيعي والمعروف دائما. اللي مش معروف ومش منتشر واللي أنا اكتشفته خلال خبرتي في المجال هم 12 شخصية بروفايل للباور اوف 3، وأنا هشرح لكم منهم 3 بروفايلات من أقوى البروفايلات، واللي هتخلي مستواكم بعد الحلقة دي في حتة تانية، ومستواك هيتطور جدا في الباور اوف 3 بعد الحلقة دي. والبروفايل الأول وهو اللندن ليكويديتي سويب نيويورك. البروفايل الأول، سحب سيولة لندن زائد انعكاس نيويورك. نشرحه بالتفصيل كده. البروفايل الأول بيبدأ بجلسة آسيا فيها حركة واضحة واتجاه واضح، هابط أو صاعد زي الشكل اللي انت شايفه قدامك هنا. واحنا عارفين في العادي ان جلسة آسيا بتبقى تجميع، صح؟ بالظبط صحيح. هنا بقى في البروفايل المختلف ده ليه شخصية مختلفة. هنبدأ نراقب جلسة آسيا ونبدأ نشوف الجلسة تكون عبارة عن ايه. لو جلسة آسيا فيها حركة واضحة زي الشكل اللي انت شايفه ده، نقدر نتوقع ان جلسة لندن هتبقى تجميع ونتجنب التداول خلال جلسة لندن. وهنا لازم نركز كويس، هننتظر جلسة نيويورك. ايه بقى السبب اننا ننتظر جلسة نيويورك؟ ننتظر جلسة نيويورك تسحب قمة او قاع جلسة لندن. يعني بدل ما كان التلاعب بيحصل في جلسة لندن، هنا لا، الموضوع اختلف. ليه؟ السبب ان جلسة آسيا كانت فيها حركة واضحة، فنتج عنها حركة عرضية تجميعية في جلسة لندن. فهنا بدل ما يبقى التلاعب في جلسة لندن، لا، المرة دي التلاعب هيبقى في جلسة نيويورك. بعد ما ده يحصل، ننتظر تأكيد دخول في جلسة نيويورك، وننتظر الخطوة الثالثة وهي التوسع. وهنا أنا عارف حد من حضراتكم يسأل ويقول، طيب مش ممكن الخطوة الثالثة التوسع يحصل في جلسة إغلاق لندن؟ إجابة منطقية،
لكن لأ، مش شرط. طالما أنت داخل الجلسة وداخل الوقت الصحيح يبقى عادي، مفيش مشكلة. ممكن يحصل التوسع خلال جلسة نيويورك ويحصل استكمال في جلسة إغلاق لندن. تمام؟ واضحة؟ تمام. وده أول بروفايل من بروفايلات باور اوف 3 معانا. بص عليه كويس. طيب نقول تاني، البروفايل الأول عبارة عن إن جلسة آسيا تكون حركة واضحة، مش هتفرق صاعدة ولا هبطة. طيب ولما جلسة آسيا تكون فيها حركة واضحة مش عرضية، نتوقع إن جلسة لندن تبقى عرضية. بعدها هننتظر جلسة نيويورك تعمل تلاعب فوق أو تحت جلسة لندن، والتلاعب ده لازم يروح لمنطقة اهتمام. بعدها نبحث عن تأكيد للدخول. بعدها ننتظر المرحلة الأخيرة وهي التوسع. يبقى كده البروفايل الأول شخصيته كده: جلسة آسيا حركة واضحة، جلسة لندن حركة عرضية، جلسة نيويورك تعمل تلاعب، بعدها تعمل توسع اللي هو الاتجاه الحقيقي. تعالوا ناخذ أمثلة حقيقية من السوق ونرجع نكمل الباقي. يلا بينا. احنا هنا في تريدينج فيو قدامنا مثال واضح اهو، وطبعا البروفايلات دي احنا ربطنها بالوقت اللي هو الكيل زون. فنفتح مؤشر الجلسات عشان يظهر لنا الجلسات ونوضح المثال العملي اللي قدامنا. اهو فتح معنا. هنا هنلاقي جلسة آسيا حركة واضحة، ودي جلسة لندن، واللي بعدها جلسة نيويورك، واللي بعدها جلسة لندن كلوز. هنا هنلاقي زي ما قلت جلسة آسيا هتلاقي فيها حركة واضحة، وهنا جلسة آسيا كانت صاعدة. بعدها هنلاقي جلسة لندن تمر بحركة تجميع عرضي زي ما واضح قدامك. بعدها زي ما قلت جلسة نيويورك تسحب سيولة جلسة لندن وتعمل تلاعب. عندك هنا جلسة لندن تجميع، نحددها كده عشان يبقى واضح معنا. تمام. وهنا نحدد التلاعب اللي حصل في جلسة نيويورك. وفي نفس الجلسة يعمل التوسع للأعلى. ويبقى كده عمل معانا باور اوف 3، لكن بشخصية مختلفة عن الشخصية التقليدية اللي كنت بشرحها لكم. حد من حضراتكم مركز في التفاصيل ويسأل: طيب وقع جلسة آسيا مش لازم ينسحب سيولته؟ مش لازم، بشرط واحد، وهو إن بعد سحب سيولة جلسة لندن ابحث عن ال SMT، ولو لقيته موجود يبقى مش هيسحب سيولة جلسة آسيا، ولو ما لقيتش SMT يبقى سيب السعر يسحب سيولة جلسة آسيا براحته. وهو ده بروفايل تجميع لندن وإنعكاس نيويورك. تمام، يلا نكمل باقي البروفايلات. تمام، ده البروفايل الأول. البروفايل الثاني من بروفايلات باور اوف 3 وهو Full Day Accumulation New York Reversal، فيما معناه تجميع اليوم وانعكاس نيويورك زي ما هو واضح قدامك في الصورة. وخلينا نشرحه بالتفصيل. مهم جدا لو وصلت لحد هنا تعمل لايك واشتراك في القناة عشان غيرك يستفاد. المهم نكمل. البروفايل الثاني ده أعتقد 70% منه بيحصل في الأسواق، وخلينا نشرحه بالتفصيل. يعني إيه بروفايل تجميع اليوم وإنعكاس نيويورك؟ يعني جلسة آسيا جلسة تجميعية مفيش فيها حركة واضحة. ننتقل على الجلسة اللي بعدها، جلسة لندن، وهنا في سيناريوهين. وطبعا كلنا عارفين إن لو جلسة آسيا كانت تجميع يبقى متوقعين إن جلسة لندن اتعمل تلاعب. طيب في سيناريو تاني بيحصل بكثرة، وهو إن جلسة لندن هي كمان بتبقى فيها حركة عرضية، يعني بتبقى تجميع أو مائلة إلى التجميع شوية.
ومهم جدا لو حضرتك ما شفتش حلقة أنواع التجميع المختلفة لازم تشهدها بعد الحلقة دي، واسيبها لك في صندوق الوصف تحت. تمام؟ جلسة لندن لو كانت تجميع يبقى كل اللي علينا ننتظر جلسة نيويورك تسحب سيولة جلسة لندن وجلسة آسيا، يعني تعمل تلاعب للأسفل أو للأعلى، والتلاعب مهم جدا يوصل لمنطقة اهتمام. بعدها ننتظر مرحلة التوسع في الاتجاه الحقيقي، وانت في البروفايل ده تدخل الصفقة في جلسة نيويورك. وفي ملاحظة مهمة، وهي إنه بيحصل الشكل اللي انت شايفه قدامك ده في الصورة، وهو إن لو في زوجين بيتحركوا مع بعض هتلاقي زوج منهم عمل تلاعب وزوج تاني ما عملش تلاعب، وهنا حصل SMT. فضروري جدا تكون مراقب الاتنين. تمام؟ واضحة؟ تمام. وهو ده البروفايل التاني من بروفايلات Power of 3. يبقى بوضوح كده البروفايل التاني جلسة آسيا عرضية يعني فيها تجميع، جلسة لندن عرضية برضو تجميع، جلسة نيويورك تعمل تلاعب تسحب سيولة جلسة لندن وجلسة آسيا، والدخول يكون في جلسة نيويورك، والتوسع برضو بيحصل في جلسة نيويورك، ونادرا لو حصل في جلسة لندن. كلوز. وحضرتك لو أول مرة تشوفني وحاسس بتشتت، أحب أوضح لك إن المستوى ده مستوى متقدم، ليفل 2، مرحلة متقدمة، ولازم تكون دارس الكورس القديم عشان تفهم الحلقات المتقدمة اللي بتنزل. يعني لازم تدرس كورس المبتدئين عشان تبقى معانا. ولو انت مستواك متقدم تمام كمل. دلوقتي خلينا نشوف مثال عملي على البروفايل التاني عشان نكون فاهمين بيحصل ازاي، وبعدها نكمل البروفايل التالت والأخير اللي أعتقد هيعجبكم. يلا بينا. طيب دلوقتي احنا هنا في مثال واضح قدامنا اهو. زي ما تعودنا نفتح مؤشر الجلسات عشان نشوف الوقت اللي حصل فيه البروفايل، وابقى اسيب لكم مؤشر الجلسات في قناة التليجرام. هتلاقي هنا الجلسات واضحة قدامنا. جلسة آسيا هنلاقي إنها ماشية بشكل عرضي، بعدها هنلاقي جلسة لندن اتحشرت بين قمة وقاع، فهي كمان هنقول عنها عرضي، ودي شرحتها في حلقة أنواع التجميع، ابقى اتفرج عليها. وهنا نركز كويس، هنلاقي إن جلسة نيويورك في البداية فتحت للأسفل، وهنا البعض منكم ممكن يقع في الفخ ويظن إن هو ده التلاعب الحقيقي، لكن لأ، ده فخ. وهنا السؤال، نقدر نعرف ده ازاي؟ فاكر لما قلتلك في حلقة أنواع التلاعب لما قلت إن السعر ممكن يعمل تلاعب فوق وتحت لحد ما يوصل لمنطقة الاهتمام على فريم عالي؟ بالضبط، هو ده نفس اللي حصل هنا. السعر في البداية عمل تلاعب للأسفل لكنه ما وصلش لمنطقة اهتمام، فيوهم الناس إنه عمل التلاعب الحقيقي. فهنا السعر صعد لمنطقة اهتمام وانعكس للهبوط. الفيصل فين؟ الفيصل هي منطقة الاهتمام اللي السعر بيعمل عندها التلاعب الحقيقي، وادمجوا معاها SMT عشان يفلتر ليكم التلاعب الحقيقي. وكل اللي يهمني التلاعب اللي بيوصل لمنطقة اهتمام، لذلك تعمدت أوريكم المثال ده عشان تعرفوا تتعاملوا معاه. وبرضه هتلاقي السعر بيعمل تلاعب من جنب واحد عادي. أنا عاوزك توسع ذهنك أكتر. المهم هنلاقي جلسة نيويورك عملت تلاعب للأسفل، وجلسة لندن كلوز عملت استكمال لجلسة نيويورك. طيب نحدد كده البروفايل عشان يبقى واضح معنا. هنا جلسة آسيا ماشية بشكل عرضي تجميعي واضح، بعدها جلسة لندن كانت ماشية بحركة عرضية بين قمة وقاع. بعدها التلاعب الحقيقي زي ما قلت مان للأعلى لما يوصل لمنطقة اهتمام، بعدها في جلسة نيويورك عملت التوسع للأسفل. وهو ده البروفايل التاني.
زي ما هو واضح قدامكم بشكل عملي، تقدروا تطبقوا بنفس الشكل بروفايل تجميع اليوم وانعكاس نيويورك. تمام؟ نكمل بقى ونتعرف على البروفايل الثالث والأخير. يلا بينا. طيب نشوف اللي بعده. بروفايل الثالث والأخير وهو لندن سيشن ريفرسال، لندن كلوز ريفرسال. انعكاس لندن المزدوج، وفيما معناه إن البروفايل ده اللي ظاهر قدامكم في الصورة إن الباور اوف 3 اتكون مرتين خلال اليوم في جلسات مختلفة. إزاي؟ خلينا نشرحها ونوضحها بالتفصيل. أولاً ومبدئياً كده، جلسة آسيا بتبقى عرضية بالشكل اللي متعودين عليه، والخطوة اللي بعدها إن جلسة لندن تعمل تلاعب سواء للأسفل أو للأعلى، وفي نفس جلسة لندن يحصل التوسع، يعني تجميع في آسيا وتلاعب وتوسع في جلسة لندن. بعد التوسع في جلسة لندن نتوقع إن جلسة نيويورك تكون بنسبة كبيرة حركة عرضية، ولو فعلا ده حصل يبقى نتوقع إن جلسة لندن كلوز تعمل تلاعب وتوسع. أكيد اتلخبطت. نوضحها تاني. جلسة آسيا هنشوف تعمل إيه. لو كانت عرضية يبقى جلسة لندن نتوقع إنها تعمل تلاعب، والتلاعب ده يوصل لمنطقة اهتمام. طبعا بعدها في نفس الجلسة في نفس جلسة لندن هنشوف توسع، يعني هنا أول باور اوف 3 ده النص الأول من اليوم. النص التاني عند بداية جلسة نيويورك. الجلسة كلها بتبقى عرضية تجميعية جانبية محايدة، مفيش اتجاه واضح. في اللحظة دي هننتظر جلسة لندن كلوز اللي هي إغلاق لندن. اللي دارس الجلسات فاهم أنا بقول إيه. المهم، عند بداية جلسة لندن كلوز هنشوف تلاعب للأعلى أو للأسفل، وطبعا التلاعب ده يوصل لمنطقة اهتمام، وفي نفس الجلسة هتشوف التوسع، وهنا حصل باور اوف 3 تاني. عشان كده قلت على البروفايل ده اسمه لندن المزدوج، يعني في بداية جلسة لندن عمل باور اوف 3، وفي نهاية اليوم عند جلسة لندن كلوز عمل باور اوف 3 تاني. حد من حضراتكم مركز في التفاصيل ويقول طيب ينفع التلاعب ده يكون قبل جلسة لندن كلوز بساعة أو نص ساعة على الأقل؟ يعني التلاعب يكون في نهاية جلسة نيويورك قبل ما تبدأ جلسة لندن كلوز؟ أيوه يكون، بشرط إن التلاعب يوصل لمنطقة اهتمام ويعمل SMT. تمام؟ واضحة؟ إن شاء الله الأمور تكون واضحة معاكم دلوقتي. يبقى بالترتيب كده في البروفايل الثالث ده بالتحديد نقسم اليوم لفترتين. الفترة الأولى من جلسة آسيا إلى نهاية جلسة لندن، والفترة الثانية من جلسة نيويورك إلى نهاية جلسة لندن كلوز. يعني جلسة آسيا تجميع، جلسة لندن تعمل تلاعب، والتلاعب ده يكون في أول ساعة من جلسة لندن ويعدها يحصل التوسع. يبقى كده حصل عندنا أول باور اوف 3. بعدها ننتظر جلسة نيويورك ونراقبها عادي. لو لقينا إن جلسة نيويورك اتحركت بشكل عرضي يبقى نتوقع إن جلسة لندن كلوز تعمل تلاعب، والتلاعب يوصل لمنطقة اهتمام، وبعدها يعمل توسع في الاتجاه الحقيقي. وبكده حصل 2 باور اوف 3 في نفس اليوم. تعالوا ناخد أمثلة واضحة من السوق عشان البروفايل يوضح معانا وتكون الأمور كلها واضحة معانا. طيب احنا هنا قدامنا مثال واضح اهو. عشان نطبق ونشوف أمثلة واضحة نفتح مؤشر الجلسات علشان نعرف نطبق كويس والأمور تبقى واضحة معانا يعني. المهم، فتحنا مؤشر الجلسات، هنلاقي أول جلسة معانا هنا جلسة آسيا، والجلسة اتحركت بشكل عرضي تجميعي واضح. بعدها بدأت جلسة لندن، عملت تلاعب للأعلى، زي ما هو واضح إن الجلسة بدايتها فتحت على صعود، وإحنا وقتها بنكون متوقعين هبوط السوق. المهم بعدها في نفس الجلسة عملت توسع للأسفل بقوة، تقريبا الهبوط القوي ده نتج عنه خبر تأثيره عالي، وهنا حصل باور اوف 3 في النص الأول من اليوم، والنص التاني من اليوم يبدأ من جلسة نيويورك. بنراقب جلسة نيويورك، لو لقينا إنها اتحركت بشكل عرضي زي الشكل اللي قدامنا ده نتوقع إن جلسة لندن كلوز تعمل تلاعب أعلى أو أسفل جلسة نيويورك. وفي المثال اللي قدامنا ده التلاعب حصل للأعلى في جلسة لندن كلوز، وفي نفس الجلسة
السعر بيعمل التوسع للأسفل، وبكده يبقى حصل باور اوف 3 مرة تانية في النص التاني من اليوم. الأمور سهلة، جرب التطبيق وابعتلي على الجروب العام لو محتاج متابعة، وأنا هساعدك في تصحيح وتحليل النتائج. بالترتيب كده، تعالوا نحددوا البروفايل ده عشان يكون واضح قدامنا. أولاً، جلسة آسيا عرضية نحددها. بعدها الخطوة التانية، نحدد التلاعب اللي حصل في بداية جلسة لندن، وفي نفس الوقت نحدد التوسع اللي حصل في نفس الجلسة في جلسة لندن. طيب تمام، وده أول باور اوف 3 معانا في النص الأول من اليوم. نحدد خط فاصل بين جلسة لندن وجلسة نيويورك عشان البروفايل يكون واضح معانا. تمام، هنا نحدد الحركة العرضية اللي حصلت في جلسة نيويورك. بعدها نحدد التلاعب اللي حصل في جلسة لندن كلوز. التلاعب حصل للأعلى. ونحدد التوسع اللي حصل للأسفل. بصراحة مذهل، ده بروفايل بيمنحك فرصتين في نفس اليوم على نفس الزوج أو الأداة اللي بتشتغل عليها لو أنت متداول ديلي تريدر. أنا أعتقد إنه كتير منكم ما كانش بيشوف الشكل ده قدامه رغم إنه دارس وفاهم باور اوف 3، لكنه لأنه هو فاهم الباور اوف 3 التقليدي فقط. السوق بيعمل بروفايلات أو شخصيات كتير مختلفة، وأنا كشفت ليكم عن أهم 3 شخصيات بيحصلوا. يبقى أنت دلوقتي معاك 4 بروفايلات باور اوف 3. البروفايل الأول وهو الباور اوف 3 التقليدي العادي المتعارف عليه، والتاني تجميع اليوم وانعكاس نيويورك، والبروفايل الثالث بروفايل تجميع لندن وانعكاس نيويورك، والرابع انعكاس لندن المزدوج. الحلقة دي مهمة، شاهدها مرة تانية عشان توضح معاك. لو فهمت ال3 بروفايلات دول كويس هتبدأ تشوف الأيام بشكل مختلف. ارجع للشارت، افتح أيام سابقة وحدد البروفايل لكل يوم، وحدد أي بروفايل حصل النهاردة، وأي واحد حصل الأسبوع اللي فات، وأي واحد كنت داخل فيه غلط. لو شايف نفسك جاهز تطبق المستوى ده، ابدأ التطبيق فوراً. لو انت درست الكورس الأولاني وابعت لي تحليلك على الجروب العام. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تتابعنا دائما، وتتابع قناة التليجرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قوم اتبعوا المرسلين.